جبهة البوليساريو الجزائرية تدق ناقوس الخطر وتحذر مقاتليها من اجتياح للقوات البرية المغربية للمناطق العازلة، وتوصيهم بتجنب الاقتراب من المناطق الحمراء حفاظا على أرواحهم. وفي تفاصيل، أصبحت عصابات البوليساريو تستوعب جيدا أنها غير قادرة على مواجهة القوات المغربية عسكريا، بعد أن كانت طيلة 3 سنوات ماضية تتبجح وتستعرض عضلاتها وقوتها الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر بلاغات عسكرية وهمية تجاوزت سقف 800 بلاغة، والتي دائما ما تروج فيهم لهجمات عسكرية وهمية تدعي بأن من تسميهم بالجيش الصحراوي نفذوها على تموقعات وثكنات القوات المسلحة الملكية وراء الجدار الرملي العازل بالصحراء. وها هي اليوم بدأت تظهر خوفها ورعبها بعد طلعات جوية نفذتها طائرات حربية مغربية خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، حيث دق قياديو البوليساريو والجبهة الانفصالية ناقوس الخطر، وأصبحوا يدعون مقاتليهم بعدم الاقتراب من المناطق العازلة، ذلك حفاظا على أرواحهم، بعد أن قام الجيش المغربي في الآونة الأخيرة بتصفية عدد كبير من المرتزقة وعرباتهم العسكرية الروسية المتهالكة. وأصبح الجيش المغربي قوة إقليمية بالمنطقة يرتعب منها أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة، ويمتلك الجيش المغربي أسطولا من الطائرات بدون طيارة المسلحة وطائرات للتجسس وللحرب الإلكترونية وحتى لتوجيه المدفعية. ومن بين هذه الطائرات المسيرة الحربية نجد كلا من طائرة الوحش MQ-9B ريبر والمسلحة بصواريخ الهيل فاير وقنابل GPU. أما الوحش الثاني فهي طائرات وينغ لونغ 2، وهي نسخة صينية من MQ-9 ريبر الأمريكية ومسلحة بصواريخ السهم الأزرق. في حين نجد الوحش الثالث وهو طائرة الهيمارس أو الهيرمس 900 للحرب الإلكترونية، والتي هي مسلحة تسليحها غير معروف للعلن. أما الطائرة الرابعة فهي طائرة البرقدار التركية الصنع والمسلحة بصاروخ مال. أما الطائرة الخامسة فهي طائرة وينغ لونغ 1، وهي طائرة مسلحة بصواريخ صينية. في حين نجد الوحش السادس وهي طائرة الهيرون، وهي طائرة للتجسس والمراقبة لجمع المعلومات الاستخباراتية. فما رأيكم في جيش الدرونات وأسطول الدرونات التي بات الجيش المغربي يتوفر فيه أو يتوفر عليه؟